فالغفران معناه ان انا ما اخدش حق، ده مش حقيقي. السيستم اللي نازل عندنا برضو مش اوتوماتيك بتاعه بيغفر. لو انا مش عارف استقبل غفران مش هدي. انا لو غفرت يبقى انا حقي مش هيجي، وان انا هيتداس على وشي. دايما بنحس انه مبادئ الكتاب والمسيحية والملكوت بعيدة كل البعد عن الواقع اللي احنا بنعيشه على الارض، وواحد من المبادئ اللي دايما بتتحدانا هو الغفران. ونعدي على قصة عبد سامح في حاجات كتير، بس جه يمسك حد تاني يعاتبه على اللي عمله معاه، ونلاقي الموقف معاه ممشيش بالسهل. تعالوا نخش في تفاصيل القصة دي، وتعالوا نشوف ازاي نقدر نفكر في الغفران بشكل عملي، وازاي نقدر نعيشه رغم صعوبته. ازيك يا مريان؟ ازيك يا كريم؟ انا كويس، انتي عامله ايه؟ تمام يا رب دايما. واحده من القصص اللي يسوع حكاها وكانت دايما بقف قدامها كده وحس انها مش منطقيه شويه. قصه العبد اللي كان مديون لسيده بمبلغ، وسيده قرر انه يسامحه في المبلغ ده. كان الراجل ده خرج من المحكمه، قابل واحد تاني كان مديون له بمبلغ اقل، راح مسكه من قفاه وقال له انت لو ما جبتش اللي عليك انا هرميك في السجن. وبعد كده يجي سيد العبد ده يمسكه من قفاه ويقول له يعني انا غفرت لك وانت ما غفرتش لغيرك، فلا انت بقى اللي هتروح السجن. واحس انه يعني معلش برضو، ما الراجل ده اكيد كان محتاج فلوس فمعرفش يدفع لك، فمحتاج فلوس فمحتاج ياخدها من الراجل. يعني هو الراجل لسه الراجل ده محتاج فلوس. واحس ان القصة مش منطقية. ليه؟ يعني ايه اغفر لحد في حاجة طب ما انا محتاج، يعني في الاول في الاخر انا ليا حق ومحتاج اخده. انت ايه رايك في القصة؟ القصة الحقيقة هي صعبة، والوهلة تحس فعلا ما هو منطقي انه الراجل يعني يطلب حقه من زميله اللي هو مديون له. الفكرة بتاعة القصة هي انه عايز يشاور انه العبد الاولاني اولا انت اتغفر لك كتير قوي، او انت اتسامحت في دين كبير قوي. يعني أنا كأني بقول لك انا سامحتك في 100,000 جنيه وانت رحت بتتخانق مع واحد عشان 10 جنيه. اوكي، فهي نفس الفرق ده. فازاي انت يعني بقى في نعمة كده وفي براح وحررتك من الدين اللي عليك خالص، وقلت لك خلاص مش هتدفع، خلاص انت روح انت حر، وبعدين انت تروح تتخانق مع واحد على 10 جنيه. فكأنك برضو ما استوعبتش للآخر اللي أنا عملته معاك. يعني انت مش فاهم قوي قد ايه انت اتسامحت. ودي نقطة تانية من الحاجات المهمة واحنا بنتكلم على موضوع الغفران، ان احنا عادة لما بنتكلم على موضوع الغفران احنا بنفكر اللي غلط فيا هعمل معاه ايه، هغفر له ازاي. لكن مش بفكر ان انا كمان اوقات محتاج اعمل ايه مع انا نفسي؟ محتاجة يتغفر لي، انا محتاج انا كمان اتسامح، انا كمان بجرح ومديونة الناس، فمحتاجة المساحة دي، محتاجة الفرصة التانية دي. فاحنا لما بنيجي نتكلم على الغفران كأن احنا ملناش علاقة بالموضوع، واحنا قاعدين فوق كده وكل الناس دي غلطت في حقنا، واحنا هنروح يعني يطلبوا السماح مننا وهنغفر لهم ولا لا. فالقصة بتاعة العبدين دول بتقول انه انت محتاج تستقبل الاول، تفهم قد ايه انت اتغفر لك. لان احنا برضو السيستم اللي نازل عندنا برضو مش اوتوماتيك بتاعه بيغفر، مش اوتوماتيك بتاعه بيفكر في الاخر او يبدي عنه او يفكر يديله فرصة تانية. لا، الاوتوماتيك ان انا عايزه انتقم، ان انا عايزه اخد حقي، ان انا بفكر في نفسي طول الوقت، وانه انا ما يهمنيش التاني ده، المهم ان انا بغل كده اللي هو انا عايزه اخد حقي منه واكتر كمان. لكن الفكرة انه انا محتاجه استوعب انه قد ايه بقى انا شخصيا خاطيه وعملت حاجات كتيره بس اتغفر لي قد ايه، وانا مش عارفه اسامح في حاجات صغيره. ماشي، انا موافقك. بس لو انت بتقولي ان انا محتاج استقبله واعرف اديه، طب ما هو انا مثلا هفترض في شغلي لو انا غلطت غلطة واتعاقبت عليها من المديري، فلما مسؤول عن حد وغلط غلطة هعاقبه عليها، ما انا برضو اتعاقبت. واعتقد انه يعني مش همشي امسك كل واحد في الشارع واقول له خد اتفرج على البودكاست بتاع الغفران ده عشان تتعلم تغفر، عشان صح. تعرف تغفر لي فانا كمان اعرف اغفر للناس. واحس انه انا ينفع بسهوله قوي اخلي مسؤوليتي من اللي انت بتقوليه لو انا ما خدتش غفران من الناس. لو انا ما تسامحتش في حاجه فخلاص، لو انا مش عارف استقبل غفران مش هدي.
فما برضو ايه اللي وقفني على ارض صلبة، وايه اللي يخليني استحمل اني ممكن اغفر لانسان لو الانسان اللي جنبي ما غفرليش؟ خليني اقول اني اعرف قد ايه انا اتغفر لي وقد ايه انا اتسامحت، ده جزء من الرحله، مش اوكي. هو كل الرحله بتاعه الغفران. لكن الحاجه التانية اللي انا محتاجه احطها في دماغي انه انا كمان لو عرفنا الغفران ان هو محبه قريبي كنفسي، ان انا بحب الاخر زي ما بحب نفسي. بحب نفسي ازاي؟ بحب نفسي ان انا بديها فرصه. بحب نفسي ان انا نفسي لما اغلط حد يقول لي انا فاهم ايه اللي وصلك للنقطه دي. بحب نفسي ان انا عايزه لها الخير. بحب نفسي ان انا بحاول اطورها انها تكون انسان افضل. فلو انا حطيت نفسي في الحته دي وحطيت الاخر، بصيت عليه بالعينين دي كاني بص على نفسي، هيبقى رد فعلي مختلف. اوكي. هيبقى الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع الغلط مختلفه. حاجه برضو المثل اللي انت بتقوله بتاع في شغلك، وحد انا مديري عمل فيا فانا هعمل كذا في زميلي، انا محتاجه شويه ابص على الدوافع بتاعتي. هو انا ايه اللي مخليني بقول الكلمات اللي انا بقولها ان انا عايزه اخد حقي من الشخص ده، او اوكي. هو كمان زي ما انا اتعاقبت يتعاقب. لكن انا محتاجه اشوف بقى الدوافع الحقيقيه. هل انا عايزه تحقيق العدل فعلا، وعشان الموضوع غلط ومحتاج يتصلح، الشخص ده زميلي ده محتاج فعلا يعمل الشغل بطريقه مظبوطه، ولا عشان انا عايزه انتقم منه لانه ده بقى حصل فيا، لان انا مغلول منه؟ يعني محتاجه اختبر شويه هو ايه الدافع. وحاجه من التشوهات برضو اللي حصلت حوالين الموضوع الغفران ده، انه كأن الغفران عكس العدل. فالغفران معناه ان انا ما اخدش حقي، ده مش حقيقي. الغفران اولا هو مش مشاعر بحسها، لكن هو انا بمنحه كده حتى لو ما حصلش اي حاجه، انا بمنحه قبل ما احس بيه. انا عارفه ان دي نقطه صعبه، بس ممكن توضحيها اكتر؟ يعني ايه بمنحه قبل ما احس بيه؟ انه انا بقرر اني انا مش هفضل زله الشخص ده بالحاجه اللي عملها عليا، حتى لو انا مشاعري مش حاسه كده دلوقتي. يعني انا مفيش مشاعر السلام والحب لا، ده انا لسه جوايا مشاعر غضب، جوايا مشاعر مراره شويه. لكن مع الوقت طول ما بفكر نفسي بالقرار وبالالتزام ان انا هفضل بص على الشخص ده. وكأني باصص على نفسي. بص على نفسي، انا بص عليه كانه انسان. في لاهوتي ومفكر اسمه ميروسلاف فولف بيقول حاجه مهمه قوي. بيقول انه عدم الغفران بيحصل لما بشيل المخطئ من مجتمع البني ادمين، وبشيل نفسي من مجتمع الخطاة. بستثني وضحيها لي نفسي، بقى. بخلي الشخص اللي غلط ده كأنه هو مش انسان، بخليه مونستر، وحش. هو عمل حاجة استحالة انا اعملها. اوكي، فانا اوكي. خرجته من دايرة او مجتمع البني ادمين العاديين. لا، هو عمل حاجة مفيش انسان يعملها. اوكي، اوكي. فخرجته من الدايرة بتاعت المجتمع ده. وبيحصل كمان لما انا كمان اخرج نفسي من دايرة الخطاة، انه انا كمان ما انا ما بغلطش بقى، بغلطش، ومستحيل انا اعمل اللي هو استحالة اعمل اللي عمله. هو عمله. تمام. فبيحصل هنا بقى ايه العصلجة؟ ما هتغفر ازاي؟ اوكي. اوكي. فمحتاج ان انا اكون انا بص على الاخر ده ازاي. عشان كده بقول هو اعادة تفكير واعادة برمجة لدماغنا قبل ما احس بالمشاعر بتاعة الغفران والسلام هي مش مشاعر، هي قرار والتزام تجاه الاخر. بس انا حاسس ان انا كده يعني لحد فين بقى هتنازل؟ ما انا حاسس انه خلاص ده جه على حقي يا عم، اغفر لك عشان تبقى بني ادم احسن، وده ضايقني او ده تعدى عليا، فانا هغفر لك عشان انت تبقى انسان احسن. وفي الرحله دي انا ببقى انسان اسوأ. يعني لو انا في كل مره حد هيأثر فيا بشكل سلبي او هيعمل ناحيتي موقف سلبي، هقرر انه يا عم انا هغفر لك، واحس يعني ولا مين بقى، او مش انا مين يغفر لي، انا كمان بيتغفر لي. بس انا كده ببقى انسان اسوأ. كل مره حد بياخد مني سلامي، بياخد مني حقي، بيجي عليا بشكل في ظلم او افتراء عشان اغفر. انا حاسس وانا انا رحت فين؟ فين؟ انا ضعت، انا اتشوهت، انا حقي اتاخد، انا مستقبلي بيبوظ، انا اي حاجه بتحصل سلبيه عشان بس انا عايز الانسان ده يبقى احسن. طب ما انا كمان عايزني ابقى احسن. خليني اقول لك انه احنا معنى الكلام اللي بتقوله او وراه كده شويه، انه انا لو غفرت يبقى انا حقي مش هيجي، وان انا هيتداس على وشي. بس هو الغفران مش كده.
عشان كده برجع وبقول لك تاني إن الغفران مش عكس العدل. مش لو واحد غلط فيك وانت ليك حق عنده، اولا مهم ان انت تعترف انه زي ما انت بتقول انا في حاجه اتاخدت مني، في حاجه اتسلبت مني، في فقد حصل، فانا محتاجه اتوجع واحس انه فعلا في حاجه اتفقدت مني وانا حاسه بالم، فاعترف بالالم اللي انا حاسه بيه، ما انكروش واقول لا خلاص وانا اسامحه واخده بالحضن، مش هيحصل. والحاجه التانية انه لو في اجراء حقيقي او قانوني او حاجه ينفع يرجع بيها الحق، مش معنى ان انت طالبت بحقك ان انت مش بتغفر. يعني انا زي ما بقولك ان انا لو حد سرق مني فلوس او سرق مني شنطتي وانا ماشيه في الشارع، لا هاخده على الاسم، دوافعي ده انا مش عايزه انتقم منه. اوكي، انا جوايا، انا مش جوايا مشاعر ضغينه وغل عليه طول الوقت، لكن انا عايزه العدل يتحقق، انا عايزاه يبقى انسان افضل، وان هو يروح الاسم ده هيخليه انسان افضل. اوكي. مش معناها ان انا بقى ايه اتساهل ونضيع. انا فاكره في قصه حصلت من كذا سنه، اعتقد في قصص كتيره، يعني مش عايزه اخش في تفاصيل قصه معينه، بس في قصص كتيره بنشوفها انه مثلا حد واحد اغتصب مش عارفه بنت شخص فلاني، والبنت اتوفت، وبنلاقي بعد كذا سنه الاب مثلا غفر او بيعلن كده في المحكمه قدام الجاني انه انا غفرت لك. هل ده معناه انه الشخص ده هيخرج من السجن؟ لا. لا. لكن انا علشان وجودك في السجن هيساعدك اكتر، ولانه انا مش المسؤوله عن اخد حقي بدراعي او الانتقام، بمعنى اصح لما ببقى عايزه اخد حقي بدراعي ده انتقام اكتر، مش عدل. فانا محتاجه اشوف، انا فعلا محتاجه تحقيق العدل، فانا هوديه للبوليس وهيتقبض عليه علشان احمي المجتمع وعلشان احميه هو، وعلشان ما تفضلش دايره الاساءات ودايره الشر عمال، محتاجه حد يخش يكسر كده الدايرة يكسر شوية. دايره الشر. فانا محتاجه انا كمان الغفران بيساعدني ان انا مش بس آه، انا بعمل حاجه لنفسي، وهقول لك ازاي بعمل حاجه لنفسي، لكن كمان محتاجه ان انا الدايره اللي الشر عمال بيلف فيها دي محتاجه تقف. فانا محتاجه ادخل مدخل مختلف اللي هو الغفران علشان يحصل خير، فما يبقاش عايشين في مجتمع ما يتعش فيه. الفكره بقى ان انا بعمل ده لنفسي ليه؟ الغفران هيساعدني انا في ايه؟ انه انا طول ما انا ما غفرتش وانا فاكره ان انا خلاص انا قطعت علاقتي بالشخص ده ومش مش هتعامل معاه تاني، او خلاص مش بنشوف بعض، لكن الحقيقه ان طول ما انا ما غفرتش انا رابطه نفسي بيه. اوكي. لانه مشاعر المراره والضغينه اللي جوايا ناحيته عامله في نوع من العلاقه بيني وبينه. فانا فاكره ان انا بالكراهيه او بالمراره انا كده بعدته عني وبعدت شره عني، لكن الحقيقه انه بوجع نفسي بنفسي. انا بوجع نفسي بنفسي طول ما انا رابطه نفسي بيه. فانا محتاجه اغفر علشان انا افك نفسي من الرابطه دي وافكه هو كمان. طب وهل انا بقى لو ما غفرتش مش هيتغفر لي بقى يعني لو ما غفرتش للناس اللي حقيقة على الارض مش هيتغفر لي انا في السماء؟ يعني ده سؤال صعب قوي، لانه مثلا لو شفنا الصلاه الربانيه بيقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. فكأنه في يعني عايزه اقول مبدأ عام كده، انه علاقتنا بالله مش بتشتغل لوحدها. علاقتنا اللي هي بيننا وبين الله فوق دي، لا هي محتاجة ليها بعد تاني، أنا والآخرين بعمل إيه. يعني لو ما انعكستش علاقتي بالله على علاقاتي مع الآخرين يبقى ده في معناه ان حاجة في غلط. مشكلة. يعني ما ينفعش علاقتي بالله تبقى هي اللي جوه الأوضة بنصلي وبنقرأ في الكتاب، لا هي ما ينفعش أقول إن أنا عندي علاقة بالله من غير علاقاتي بالآخرين، من غير المجتمعات اللي أنا موجودة فيها ديت، وأنا فيها بكون عاملة إزاي. يعني لو يعقوب يسمح لي احور في الرساله بتاعته يعني مش عارف. ويقول يعني اريني بدون ايمانك اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني، فكاني بقول بالظبط. اريني الغفران اللي انت اتغفرته في غفرانك للناس. يعني لو انت بالظبط. بتقول ان انت اتغفر لك اغفر للناس، لان ده معناه انت فعلا اتغفر لك. ولو انت مش عارف تغفر للناس انت محتاج تراجع بقى، طب هل انت فعلا مستوعب الغفران اللي اتغفر لك بجد في السماء؟ بالظبط. انا مش عايزه برضه ابقى بحط ذنب على الناس، لانه زي ما بنقول هو الغفران عمليه صعبه، فانا محتاجه اكون بس في عمليه مراجعه مستمر. مستمره لنفسي ولدوافعي. هو انا لغايه فين يعني انا بعيده عن المصدر بتاع الغفران ولا قريبه منه؟ لو انا فعلا
حاسه ان انا اتغفر لي، وحاسه ان انا مستقبله الغفران ده من الله، ده هينعكس، لانه هحس انا مش احسن من الناس دي، فهينعكس بطريقه او باخرى على علاقاتي بالناس. فمحتاجه اكون بفكر نفسي طول الوقت، وبراجع وبفحص نفسي قدام الله، هو انا فاهمه فعلا للاخر ولا لا. فعايزه اقول اطمن الناس انه برضو الغفران مش انه حاجه بتحصل دلوقتي او حالا، او مش كده، لكن هو رحله انا بمشي فيها طول الوقت. اوكي. وخليني اقول لك، ممكن ادي شويه حاجات عمليه ازاي ممكن امشي رحله الغفران دي. اول حاجه زي ما كنا بنقول، اني اعترف ان انا فعلا اتوجعت. اتوجعت واتألمت. الحاجه التانية انه زي ما بنقول، انه انا بقرر، باخد القرار في عقلي قبل مشاعري، قبل ما احس باي حاجه، ان انا هفضل عايزه خير الاخر. اوكي، خير الاخر ده بقى كان انه ان احنا هنتصالح، دي مرحله بعيده خالص، ان احنا يعني هترجع علاقتنا تاني، او انه افضل ليا وليه، ان احنا ما يبقاش في علاقه يبقى بينا بينا خالص، حدود بيبقى بينا أكبر. حدود قويه. برضو ده مش معناه ان انا ما غفرتش، لكن معناه ان انا غفرت. الحاجه بقى اللي تيموثي كيلر بيقولها، بيقول اللي هيساعدك قوي تفهم اذا كنت ماشي الرحله دي ولا لا، هي اذا كنت، هل طول الوقت بتفكر ده عمل وعمل انت بينك وبين نفسك، عمال تكتر في الموقف طول الوقت، دي حاجة. الحاجة التانية، هل عمال تجيب سيرته قدام الناس طول الوقت وتقول ده عمل فيا وعمل فيا. اوكي. الحاجة التالتة، انه انت عمال كل ما تشوف الشخص تأنبه بنفس الغلطة اللي عملها. اوكي، فهرجع هقول ايه، في يوم مثلا هتلاقيني وقعت، جبت سيرته قدام الناس وجبت سيرة الموقف، انا محتاجة اراجع تاني وامشي تاني رحلة، مش بتأنيب او بذنب، لكنه انا واضح ان انا لسه في حتة تانية محتاجة اشتغل عليها. لغاية مع الوقت مشاعر الغضب والمرارة بتخف واحدة واحدة، وساعتها اقدر اقول ان انا وصلت للشعور بقى، اللي هي الحالة اللي احنا كل الناس بتتكلم عنها في كل الكنائس، انه هتحس ان انت غفرت له. لكن الشعور مش بيجي في الاول، هو ممكن يبقى في الاخر خالص. عزايا قوي انه احنا مش كل حق لينا على الارض اوقات بنعرف ناخده، لكن بيعزيني انه يسوع وعد انه في فداء لاجسادنا، في فداء لكل وجع اتوجعناه، وكانه انت حقك موجود، انا مش هنساه، سواء خدته على الارض او ما خدتوش، انت حقك في السماء محفوظ. بالظبط، ده والله دايما قاضي عادل، فثق انه الله هيجيب لك حقك. يعني موضوع الغفران هيفضل دايما موضوع صعب وموضوع فيه تحدي، ولكن ربنا يدينا دايما النعمة انه نبقى مش بنبص على نفسنا، لكن نبص على يسوع ونبص على صليب يسوع، ومن هناك نبتدي نتحرك، ومن هناك نبتدي نفكر في نفسنا وفي غيرنا. امين. شكرا جدا يا مريان، تعبتك، كنت عنيف شوية، بس الحقيقة الموضوع صعب. خالص، استمتعت شكرا معك. ليكي، استمتعت جدا. شكرا.